مستمعي هذه FM، طابت أوقاتكم. نتناول اليوم في زاوية بيفين بيسينور النظرية الداروينية وأثرها على المجتمع والفلسفة ونقد الفلاسفة لها. تنسب الحركة الفكرية الداروينية إلى البحث الإنجليزي شارلز داروين الذي نشر كتابه أصل الأنواع سنة 1859، والذي طرح نظريته في النشوء والارتقاء، معتبرا أصل الحياة خلية كانت في مستنقع آس قبل ملايين السنين، وقد تطورت هذه الخلية ومرت بمراحل منها مرحلة القرد انتهاء بالإنسان. استوحى داروين نظريته من علم دراسة السكان ومن نظرية مالتوس بالذات، فقد استفاد من قانونه في الانتخاب أو الانتقاء الذي يدور حول إفناء الطبيعة للضعفاء لمصلحة الأقوياء، وهي في جوهرها فرضية بيولوجية أبعد ما تكون عن النظريات الفلسفية. كما استفاد من أبحاث ليل الجيولوجية، حيث تمكن من صياغة نظريات ميكانيكية للتطور. صدفت هذه النظرية جوا مناسبا، إذ كان ميلادها بعد زوال سلطان الكنيسة والدين، وبعد الثورة الفرنسية والثورة الصناعية، حيث كانت النفوس مهيئة لتفسير الحياة تفسيرا ماديا بحتا، ومستعدة لتقبل أي طرح فكري يقودها إلى فريد من الإلحاد والبعد عن التفسيرات اللاهوتية، مصيبة كانت أم مخطئة. تدور هذه النظرية حول عدة أفكار وافتراضات. منها تفترض النظرية تطور الحياة في الكائنات العضوية من السهولة وعدم التعقيد إلى الدقة والتعقيد، ومن الأحط إلى الأرقى، البقاء للأقوى والأفضل، وهذا ما يؤدي إلى تحسن نوعي مستمر. الفروق الفردية داخل النوع الواحد تنتج أنواعا جديدة مع مرور الأحقاب الطويلة. الطبيعة تعطي وتحرم بدون خطط مرسومة، بل خط عشواء، وخط التطور ذاته متعرج ومضطرب لا يسير على قاعدة مطردة منطقية. تقول النظرية أن المخلوقات الحية وجدت في مراحل تاريخية متدرجة، وأعقبت بعضها بطريقة صحية، ولم توجد دفعة واحدة، وهي متسلسلة وراثيا ينتج بعضها عن بعض بطريقة التعاقب خلال عملية التطور البطيئة الطويلة. أخذت هذه النظرية أبعادا واسعة، فنشرت الإلحاد واليأس والإيمان بالأفكار المادية، وأدت إلى إهمال فكرة الغائية، وأدت إلى ظهور نظريات عدة كنظرية فرويد في التحليل النفسي، ونظرية بريكسون في روحه الحديثة، ونظرية ستارتر في الوجودية، ونظرية ماركس في المادية. ولقد انتقدها الكثير من الفلاسفة كأجازيرس في إنجلترا وأوين في أمريكا، حين قال أن الأفكار الداروينية مجرد خرافة علمية وأنها سوف تنسى بسرعة. وقول كريسي مورسيون أن القائلين بنظرية التطور لم يكونوا يعلمون شيئا عن وحدات الوراثة أي الجينات، وقد وقفوا في مكانهم حيث يبدأ التطور حقا، أعني عند الخلية. أنتوني ستاندرد يناقش الحلقة المفقودة، وهي ثغرة عجز الداروينيون عن سدها، فيقول أن جزءا كبيرا من السلسلة مفقودة، وليس حلقة واحدة، بل إننا لا نشك في وجود السلسلة ذاتها.